السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم ان شاء الله حبايب قلبي. واي حاجة اقدمها لكم تكون سهلة واقتصادية كده بالنسبة لكم. ومع بعض ان شاء الله مش بنعمل كل حاجة معانا اقتصادية ومكونات موجودة في البيت وكل حاجة جميلة جدا. طبعا كلنا بنعرف نطبخ وكلنا بنعرف نعمل كل حاجة. بس كل تقديمي طبعا للبنات الصغيرين اللي لسه بيبدأوا ان هم يدخلوا المطبخ ويتعلموا يعملوا اكل ازاي. تعالوا بينا يا بنات، يلا معايا بقى كده ونشوف النهاردة هنعمل ايه مع بعض. كده شوية سمك بقى جمال جدا، وكمان حبة رز صيادية. بصوا بقى بطريقة عجبي العجبي ما شاء الله. هتعجبك قوي الطريقة اللي انا هعمل بيها ديت. وكمان الانبيبة بتاعتي شطبت والفرن خلص عليا، وهوريكم واعرفكم انا شويت السمك ازاي وفين. هتتفاجئوا بجد. تعالوا بقى حطوا لايك معايا بقى، وتعالوا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا من الاول كده هنعمل فيه ايه. حبايب قلبي معايا كده السمك بتاعنا النهاردة نوعين. نوع سمكة من البلطي الصغير كده زي ما انتوا شايفينه، يعني ايه، شبار صغير مش كبير أو ولا حاجة. معايا كمان ديت سمكة الرنجة العادية اللي احنا بناكلها متملحة ديت. دي السمكة بتاعتها بس طرية، بنشويها احنا بنقليها. المهم ان هي لها كذا طريقة، يعني مش شرط ان هي تكون مملحة بس. تعالوا بينا حبايب قلبي بقى. غسلت السمك بتاعي جدا بمية ودقيق وملح وكل حاجة انت بتغسلي بيها الحاجات بتاعتك ديت علشان ريحة الزفرة وما يكونش ليه ريحة زفرة نهائيا. ونركنه على جنب بقى كده. نجهز معانا الخلطة بتاعت السمك بتاعنا اللي هي التتبيلة اللي هي يعني ايه، الحاجة الأساسية بتاعت السمك علشان يطلع معاكي طعمه جميل كده وحادق ومشطشط كده وجميل. حط عليه المكونات اللي انت شايفاها دي. معايا الملح 3 4 معالق كبار من الملح، 5 يعني توصي بالملح السمك. ومعايا كمان راس توم كبيرة كده، يعني تقريبا كده من عدد الفصوص. لو حابة تحطي 15 فص توم حطي التوم في الوصفة دي جميلة جدا. ومعايا شطة سبايسي وشطة باردة. ومعايا كمان شبت وليمون وبهارات بقى الموجودة عندك ضيفيه. ما شرطش اي نوع بهارات طبعا زي ما انا بقول لكم على طول. بس اساسي لو عندك بهارات السمك يبقى يستحسن تحطي منها يعني. في الخلاط بتاعك، في الكبة بتاعتك، في اي حاجة انت عندك بتفرملك، هتضيفي بقى المكونات بتاعتك ديت وعليهم كوباية من المية تمشي الخلاط بتاعك زي ما انتوا شايفين كده. حطيت عليهم كمان معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة من الخل. وبصوا بقى احلى تتبيلة، هتاكلي شوية سمك متبلين بالتوابل اللي انا حطيتها ديت والحاجات اللي انا ضفتها ديت. بجد بجد بتخلي ريحته جميلة جدا، وكمان طعمها بيكون تحفة. ايه النار دي يا ام انس؟ ايه ده؟ اه شايفين النار دي وشايفين الحاجات ديت. احتجت ان انا انزل لفرن حماتي بقى حبيبتي بتاع زمان كده. فرن القش بتاعنا، الفرن البلدي بتاع زمان ده. لو رجعنا فترة زمان كده هتلاقي امهاتنا وستاتنا وكلهم كانوا مش بيستعملوا الا الفرن دوت. فدي موجود عندنا تحت بس مش دايما بنستعمله الا للشديد القوي، يعني لما يكون موقف زي اللي حصل معايا النهارده كده ومعيش انبوبة فخلصت. فنزلت ولعته طبعا. ربنا يبارك في حماتي يا رب ويشفيها. طبعا معلماني ومعرفاني ازاي ان انا اشوي فيه وان انا نخبز فيه، كمان كنا بنخبز فيه. وما شاء الله حاجته بتكون جميلة جدا جدا فوق ما تتخيلي. بصراحة بيكون السمك ده ريحته مميزة جدا 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 عن الفرن الغاز كمان، وطعمه بيكون اميز كمان، يعني طعمه بيكون جميل جدا. تمام. في الوقت ده خلاص بقى شويته وطلع معايا زي العسل زي ما انتوا شايفينه كده. اخدته بقى وطلعت احدقه واملحه بقى في التتبيله اللي انا عملتها ديت. احط السمك في التتبيله كده واسقيها منه كويس جدا. بصي غطسي بقى كده وهاتي من التتبيله كمان ورشه فوقه كده، يعني غرقيه كده مطسيه كده خليه يعوم في الميه ويخرج تاني. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي اهو.
طلعي بقى السمكية بتاعتك وصفيها كده، وحطيها في مصفى كمان تصفى معاكي قبل ما انت تضيفيها في الحلة اللي انت تضيفيها بيه، او المكان اللي انت هتعينيه فيه يعني. زي ما انت شايفة كده حبيبة قلبي، بيشرب كويس من التحديقة بتاعته، والملح بتاعها جميل جدا. بتدقيها طبعا على حسب رغبتك في الملح، يكون حادق، يكون عادي بشوية يعني او كده. وبرضو في ناس ما بتحبش الحاجة بتاعتها بتكون حرقة اوي، سبايسي اوي يعني وكده، فممكن تستغنوا عن القرن الشطة اللي انا حطيته سبايسي في الخلطة ديت، لو مش بتحبوا الحاجة حراقة. تمام. انما احنا بالنسبة لنا السمك عامة يعني لازم يكون فيه حتة شطشطة كده. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، خلصت بقى كده الكمية بتاعته كلها، حدقتها في التتبيلة الجميلة ديت، وخلاص بقى استغنيت عن التتبيلة، ما عدتش محتاجاها. جبت بقى الحلة اللي انا هحط فيها السمك، وفردت فيها دي ورقة من الكراسة، اي ورقة عندك، اي كراسة، بس طبعا يكون نضيف وانت ضامنة. ما عندكيش، هتضيفي رغيف عيش في قاع الحلة كده، او تضيفي بقى اي رشة من الكزبرة او الشبت كده زي ما انا حطيت. وهتحطي بقى السمك بتاعك، هترصيه بقى كده فوق بعضه، واحدة جنب واحدة، وتسيبيه بقى. عايزة تاكلي منه دلوقتي، هو كده جاهز وشارب من التتبيلة بتاعته، وعسل عسل وزي الفل. لسه قدامك وقت ان انتي مش هتاكليه دلوقتي، غطى عليه وسيبيه، هتلاقيه برضو بصي زي السكر. كده خلاص حبايب قلبي، السمك بتاعنا خلصان. بس انا لسه هعمل الرز بقى معاكم، فاركنه على جنب بقى كده وخلاص. هجيب بقى حبايب قلبي الرز بتاعنا، نعمل شوية رز صيادية. بس بصوا بقى زي ما انا بعمله طبعا، وانتوا شايفيني وعارفين انا بعمله بالطريقة ازاي، وبيطلع جميل جدا 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 الصراحة. احنا بنحب الرز الصيادية مع السمك اكتر حاجة. ما شاء الله. هتجيبي بقى كده حلة على النار، وحطيت فيها 3 معالق من الزيت، عليهم معلقة كبيرة كده او معلقتين سمنة، ويستحسن طبعا سمنة بلدي على الرز، بيخليه جميل جدا. يعني ريحتها بس كفاية كده، وانت بتطبخيه او بتغرفيه كده، الله ما شاء الله يا بنات. حطيت بقى بصلاية كبيرة كده او بصلتين متوسطين، قطعتهم قطع صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وعملت كام فص توم كده، ودقتهم فرمتهم كويس، وحطيتهم مع البصلاية. الله على الريحة بقى اللي طالعة، بسم الله ما شاء الله. البهارات بتاعتك الجميلة بقى اللي احنا عارفينها وعاملينها معانا كذا مرة للرز الصيادية. حبة من الكركم، فلفل اسمر، ملح طبعا، كمون، اي بهارات عندك ضيفيها بقى، بس الكركم حبة يعني اساسية معايا عشان بيصفر الرز معاكي كده وبيخليه جميل. شوية كده من دبس الرمان، على الصويا صوص، مستردة. يعني بصي ما تبخليش على الرز ده، جميل جدا جدا جدا. ضيفيله بقى الحاجة اللي تخليه اجمل واجمل. في الوقت ده حبايب قلبي بضيف عليه ميه مغليه، ميه من الحنفيه. المهم ان انتي هتسيبي الميه تغلي معاكي، لو هتضيفيها ميه عاديه مش مغليه. انا هنا كنت عامله في الكاتل ميه مغليه، فضفت على طول ميه مغليه، حطيت الرز على طول. تمام. يعني كنت غاسله الرز كده ومظبطاه ومخلياه فله وابيض زي الشمعة كده. وحطيته بقى وسبته بقى يغلي ويستوي براحته على النار كده. وزي ما انتوا شايفين الجمال ده، بعد ما الرز بتاعنا شرب المية بتاعته ونشف خالص، شايفين لونه، شايفين الجمال، شايفين البصلة بتاعتنا لونها جميل جدا في قلب الرز. وده حبايب قلبي تكون الوصفة بتاعتنا النهاردة، شوية رز صيادية على شوية سمك جمال جدا، والمقلب اللي الفرن عمله معايا ونزلت شويته تاني في الفرن البلدي. ما شاء الله ما شاء الله، بجد بجد كانوا شوية غدا جميل جدا. احنا عامة بنعشق السمك ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده السمكية مستوية وناشفة من جوه وجميلة جدا. وكمان شوية سلطة بقى يعجبوكي كده، وعود جرجير وحتة حدقة، وعينك ما تشوفها الا النور. وبألف هنا يا حبايب قلبي، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما، واي حاجة اعملها ان شاء الله تشرفني وتشرفكم بوجودكم معايا في القناة، تعليقاتكم الجميلة. وأسيبكم في رعاية الله وأمنه وفي حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.